وصل تحديث لبرنامج الواتساب يعطيه إمكانيات زي إمكانيات السناب شات، إنك ترسل فيديوهات وصور لمتابعينك، مشكلة لكل متابعينك، فانتبه. قائمة الدردشات هي اللي احنا عارفينها، فعندك هنا قائمة الحالة، وهذه قصتك على الواتساب، فهنا لازم تضبط الإعدادات. بوجودك في قائمة الحالة اضغط على النقاط الثلاثة واختار خصوصية الحالة. الحين هذه الأوامر جدا مهمة لازم أوضحها. فإذا شاركت فيديو أو صورة مع جهات اتصالي، كل اللي موجودين عندك على الواتساب يقدروا يشوفوها ويقدروا يردوا عليك وتجيك كأنها رسائل واتساب. الخيار الثاني انك تستثني ناس، فالناس هذول انت تستثني منهم اللي ما تبي يشوف صورك وفيديوهاتك اللي تنشرها. والخيار الثالث المشاركة فقط مع، يعني إذا اخترته برضو تختار من جهات اتصالك مين اللي مسموح له يشوف الأشياء اللي أنت تنشرها. ومن حالتك تقدر تشوف الصور اللي أنت نشرتها أو الفيديوهات اللي أنت نشرتها، تسحب من تحت لفوق بيطلع لك مين من جهات اتصالك شاف هذه الصور والفيديوهات. كون أنه برنامج الواتساب منتشر أكثر من برنامج السناب شات، من الحين يا جماعة انتبهوا الصور والفيديوهات لمين تنشرها، لمين تعطيها، ولمين تسمح يشوفها. وانتبهوا ترى إذا أنت شفت فيديو أو صورة أحد بيعرف أنك أنت شفتها وحيقدر يرد عليك، وحددوا مين يشوف فيديوهاتك وصورك من البداية. فردود الناس كذا بتجيك، يعني هذه أنا نشرتها على قصتي نفسها اللي على الواتساب، فرد علي وجتني على الدردشات من نفس الشخص بهذا الأسلوب. أيضا للتوضيح، ستيتس هي نفس حالتي، هذه بالواجهة الإنجليزية، هذه ماي ستيتس اللي هي حالتي برضو موجودة باللغة الإنجليزية. وإذا ودك ترد على أحد ارفع لفوق من نفس حالته، ترسل له تست، هذه بتوصله رسالة نصية على الواتساب. وآخر شيء عسانا وعساكم على القوة والخير، انتبهوا لمين تشاركوا لحظاتكم وصوركم وفيديوهاتكم، وعساكم يا رب العالمين موفقين، والله ينفع بنا أجمعين.